السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة وهنا. كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة مميز جدا جدا بالنسبة لي، لاني بصراحة بستنى موسم الجزر من السنة للسنة علشان اعمل منه احلى مربى. حقيقي بقى لازم تستغل وجوده في الاسواق الفترة دي، رخيص جدا ومالي السوق، وهتعملي منه اجمل مربى. هتنفع لسحور رمضان وهتفضل معاكي شهور كاملة. لان ببساطة هقولك ازاي تحفظيها بالطريقة المظبوطة اللي يخليها تعيش معاكي بدون ما تبوظ منك خالص. وهقولك على سر اللمعة الجميلة دي وطعمه المميز، باضافة واحدة بس انا معتمدة عليها وبضيفها على طول، بتخليها معايا اجمل من الجاهزة بمراحل. مربى مظبوطة جدا بدون غلطة ومتماسكة جدا ولمعة زي ما احنا شايفين كده. تعالوا بينا نبدأ الفيديو على طول ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس اهم حاجة ما تنسيش تسمي الله وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وطبعا تحط لايك للفيديو لو عجبك. يلا بينا نبدأ. اول حاجة بتجيبي كمية الجزر المناسبة اللي انت عايزة تعمليها، 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو على حسب رغبتك. طبعا يفضل لما تيجي تجيبي الجزر تنقي الحباية الكبيرة او الجزرايه الكبيرة، علشان طبعا ما تتعبكيش وانت بتبشريها وتتعامل معاكي بكل سهولة. لان الجزر الصغير يا بنات يعني لما تيجي تبشريه كده هيتعب ايدك، ممكن يعور ايدك لا قدر الله. فانت نقي كده الحبايه الكبيره علشان تعرفي تتحكمي فيها كويس. بجيب الجزر وبغسله كويس جدا، بقشره كمان كده بقشره البطاطس، بشيل الطبقه الخارجيه بتاعته وبشيل الجزئيه اللي فوق والجزئيه اللي تحت كده، وبعد كده بديله كمان شطفه على السريع كده علشان اتاكد ان هو تمام معايا ونضيفه زي الفل. بجيب بعد كده بقى آلة البطاطس اللي هي زي دي، طبعا اكيد متوفره في كل بيت، فيها كده جزء للجزر وجزء للبصل وجزء كمان للبطاطس. فاحنا بناخد الجزئيه بتاعه الجزر دي، في عندنا كده جزئيه بتكون واسعه شويه وجزئيه بتكون ضيقه شويه. فانت طبعا بتبشري الجزر في المكان اللي انت حابه تبشري فيها. طبعا الجزئيه دي بالنسبه لي بتبشر الجزره اسرع، لانها طبعا بتكون القطعه كبيره شويه كده، فبتطلع الجزره معايا او بتخليها تخلص معايا بسرعه. فانا ببتدي ابشر الجزر بقى، شايفين ده الحجم بتاعها. ببدا ان انا ابشر الجزر كله بنفس الطريقه دي. طبعا لو مش متوفر عندك بقى الاله دي وحابه انك تبشري الجزر، ممكن طبعا تقطعيه لقطع صغيره خالص وبتحطيه في الكبه تديله فرمه كده، هيتفرم معاكي برده. وبعد كده بتشتغلي فيه عادي وبتكملي باقي الخطوات عادي جدا. ده طبعا بالنسبه للناس اللي مش متوفره عندهم مبشره مثلا والكبه موجوده، فتقدري عادي تمشي نفسك باي حاجه موجوده في البيت. خلصت كل كميه الجزر اللي معايا، انا كان معايا حوالي 5 كيلو من الجزر، فدلوقتي هضيف له 2 كيلو من السكر. طيب كل كيلو جزر بياخد نص كيلو من السكر. لو انت حابه تقللي السكر شويه عن نص كيلو برده هيديكي نتيجه كويسه، للناس طبعا اللي بتحب السكر كميته قليله في المربى او كده. لكن انا كان معايا 5 كيلو فضفت له 2 كيلو بس من السكر. كان مفروض اضيف 2 كيلو ونص، فانا استغنيت عن نص كيلو علشان كميه السكر اللي معايا تكون مش كبيره قوي او عاليه قوي في المربى، ويكون طعم المربى افضل طبعا معايا. بقلب بقى السكر كده مع الجزر كويس جدا ووزعه، وبنسيب بقى الجزر كده مع السكر لمده ليله كامله علشان ينزل كل السوائل اللي فيه والسكر اللي معايا يدوب كويس قوي. طيب لو احنا عاملين الجزر ده مثلا من الصبح، ممكن نسويه بقى بالليل يكون كده نزل كل السوائل اللي فيه. اما لو عاملينه بالليل فبنسيبه في التلاجة كده لمدة ليلة كاملة لحد طبعا ما ينزل كل السوائل، لان طبعا الجزر مش بنضيف له اي سوائل وقت التسوية، بنعتمد طبعا على السوائل اللي نازلة منه او المية اللي نزلت منه دي بيستوي فيها. تمام. انا نقلت هنا الجزر في وعاء اوسع شوية، لان الوعاء اللي كنت حاطة فيه كان ضيق شوية، فنقلت كده الجزر علشان لما ينزل السوائل بتاعته يكون كده في مكان او مساحة. سيبته كده لمدة ليلة كاملة في التلاجة لحد ما نزل كل السوائل اللي موجودة دي، وكمان السكر اللي معايا كله كان داب. دي كده بقى نقلته في الحلة علشان ابدأ ان انا اسويه. الجزر مش بنضيف له اي مية خالص يا بنات وقت التسوية. في الاول كده يا بنات برفعه على نار عالية، واول ما يبتدي يغلي معايا بهدي النار جدا، بخلي النار كده نار شمعة خالص، وابتدي كده اخلي الغطا معايا كده يكون موارب شوية علشان طبعا ما ينزلش اي حاجة على البوتاجاز وقت التسوية. كل شوية بقى ومن وقت للتاني بديله كده تقليبة علشان طبعا التسوية تكون مظبوطة وموحدة. عايزة اقولك كمان ما تقلقيش من الجزر خالص لما تغطيه او تسيبيه شويه على البوتاجاز. الجزر الحاجه الوحيده او النوع الوحيد من المربى لما بنعمله مربى مش بيطلع اي ريم ولا اي شوائب خالص، بخلاف طبعا اي مربى تانية ممكن نعملها زي الفراوله زي العنب. اي مربى تانية ممكن نعملها بتطلع ريم على الوش، وبنضطر كل شويه بنشيل الريم اللي بيظهر معانا. لكن الجزر بتسيبيه كده على طول ومعاكي مش بيطلع اي حاجه خالص ولا اي ريم. من وقت للتاني زي ما بقول لكم ببتدي ان انا اقلب فيه شويه. طبعا دلوقتي بنعرف ازاي ان الجزر استوى. ببتدي طبعا اختبره كل شويه كده واشوف الميه اللي موجوده في الجزر دي، لو لقيتها كده بتلزق عامله زي السيرب التقيل كده او الشربات التقيل يبقى هو كده استوى معانا. اما لو لسه ما وصلتش معانا للمرحله دي يبقى هو لسه محتاج تسويه. علشان بقى المربى تعقد معانا وتوصل للمرحله او القوام اللي انا قلت لكم عليه، بنزود بعد كده معلقه كبيره او معلقتين كبار من عصير الليمون. وهنا بقى بعد اضافه الليمون المربى على طول هتبتدي ان هي تعقد معانا وتستوي معانا وتوصل خلاص للمرحله الاخيره بتاعتها. انا بوريكم بقى كل مراحل التسويه بتاعتها. بديها برده تقليبه كده بعد اضافه الليمون
وبسيب النار برده شامعه خالص وبسيبها على النار. تعالوا بقى لما اقول لكم على الاضافه المميزه بتاعتي او الخطوه المميزه اللي بعتمد عليها على طول في مربى الجزر. هنجيب كده باكو من جيلي المشمش او جيلي البرتقال. لو مش متوفر جيلي برتقال بنجيب جيلي المشمش، على فكره بيخلي المربى معانا طعمها جميل جدا ولذيذ، واللون بتاعنا كمان واللمعه بتكون مظبوطه قوي. وهي الاضافه دي انا بعتمد عليها على طول في مربى الجزر. باجيب باكل جيلي على ربع كوبايه صغيره من الميه السخنه طبعا، وببتدي ادوبه كده. بعد كده بقى بزوده على المربى وابتدي ان انا اقلبه كويس. بسيب بقى المكون ده مع المربى كده يغلي مع بعض برده لمده 10 دقايق بس بعد الاضافه بتاعته. بغطي عليه بنات، وبعد 10 دقايق ببتدي ان انا افتح عليه الغطا تاني وابتدي ان انا اديله تقليب. وكل شويه برده بنختبر برده السوائل اللي نازله منه ونشوف برده المربى عقدت معانا ولا لا. هنا خلاص القوام بتاعها خلاص يعتبر تقيل معايا، وهي خلاص كده تعتبر استوت معايا كويس جدا. اخر حاجه بضيفها بقى وهي رشه من الفانيليا او ربع معلقه صغيره من الفانيليا، وخلاص كده المربى بتاعتنا خلصت. انتوا بقى مش حابين تضيفوا الجيلي بقى ولا الفانيليا ولا الكلام ده، فانت بتجيبي بقى عيدان من القرنفل وبتحطيها كده جوه قماش او قماشه نظيفه وبتحطيها جوه الحله. بتفضل معاكي وقت التسويه لما المربى تاخد طبعا نكهه القرنفل، وبعد كده بعد التسويه بتشيلي طبعا القماشه دي او القرنفل ده بترميه. تمام. ده طبعا للناس اللي مش حابين يضيفوا الاضافات دي. ولكن بقى انا عايزه اقول لكم لما تجربوا الطريقه دي بجد هتعتمدوها على طول، وهتحلفوا في حياتكم عمركم ما اكلتوا مربى بالجمال والطعامه دي. هنا بقى المربى خلاص بعد ما خلصت معانا كده خلاص هي تعتبر جاهزه. عايزين بقى تسيبوها بالطريقه دي وتقدموها بنفس الطريقه دي وبنفس الشكل بدون ما تهرسوها او تنعموها، فده طبعا يرجع ليكم. اما لو انتوا حابين مثلا تخلوها ناعمه، وده طبعا انا بفضله، هتبداي بقى تجيبي الهراسه بتاعه البطاطس اللي زي دي ونبدا ان احنا ننعمها شويه او نخليها ناعمه شويه بالشكل ده. طيب ممكن كمان نحطها جوه الكبه ونبتدي ان احنا نفرمها برده شويه نخليها ناعم جدا، وده طبعا انا بفضله. ولو عندك هاند بلندر تقدري وهي مكانها في الحله كده تبداي برده تفرميها او تنعميها شويه بالهاند بلندر، هي هتديكي نفس النتيجه في النهايه. وده بيكون شكلها وقوامها بعد ما بفرمها في الكبه. انا عملت كل الكميه بنفس الطريقه دي. اهم خطوه بقى لازم تعمليها لو عملتيها في الكبه او في الهاند بلندر، بتبداي بعد كده ترجعيها جوه الحله تاني، ولازم وضروري ومهم جدا انك تخليها تاخد غلوه تاني على البوتاجاز، لان طبعا الكبه ممكن تكون كان فيها نقطه ميه او كده، ممكن كمان الهاند بلندر يكون كان مبلول ميه معاكي، فده طبعا ممكن او كفيل ان هو يخلي المربى معاكي تبوظ على طول وما تعيش معاكي جوه التلاجة حتى لو عملتي كل خطوات حفظ المربى اللي انا هقول عليها دلوقتي. برجع بقى المربى تاني على البوتاجاز تاخد غلوه واحده بس، او مجرد ما تكتك معانا كده هبتدي ان انا ارفعها على طول من على البوتاجاز. وده بيكون شكلها بنات اللهم بارك ناعمه جدا. على فكره انا بحب القوام ده جدا، بحبها ناعمه كده، بتكون سهله في الفرد في السندوتشات لو هتستخدميها لسندوتشات المدرسه مثلا، او في سندوتشات الاولاد في البيت، فبتكون سهله الفرد. انا بحب ان انا اعملها كده. كده خلاص كانت اخدت معايا غلوه كده على البوتاجاز ورفعتها خلاص من على النار. فبدات بعد كده اجيب البرطمانات اللي هحفظ فيها المربى. مهم جدا قبل ما نحفظ المربى في اي برطمان نكون معقمينه كويس جدا. بتجيبي ميه مغليه وبتحطي البرطمانات بتاعتك شويه فيها لحد ما تتعقم. بعد كده بتنشفيها كويس جدا جدا من الميه، ما يبقاش في البرطمان اي ميه خالص، يكون جاف تماما وناشف تماما. جيب بقى البرطمانات على طول كده والمربى بتكون لسه دافيه معايا، ببتدي املئ البرطمانات. واحنا بنحط المربى جوه البرطمان تخلي البرطمان معاكي يكون كده مفيش فيه اي فراغات من جوه، يعني كده بتكبسيه عشان ما يبقاش فيه اي هواء ممكن يخلي المربى معاكي بعد كده تعفن او تبوظ من جوه. فلازم نكبس البرطمان كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ببتدي بعد كده املي كل البرطمانات اللي معايا وبسيب البرطمان مكشوف كده لحد ما المربى تبرد تماما. اول ما المربى خلاص بتبرد معانا ببتدي على طول اغطيها وبدخلها التلاجة، وبتقعد معايا في التلاجة لمدة شهور. اهم حاجة بقى لما تيجي تستخدمي المربى وهي في التلاجة، لما تخرجي البرطمان تاخدي منه مثلا مربى، يبقى مهم جدا ان المعلقة اللي انت هتاخدي بيها مربى تكون ناشفة تماما او جافة تماما من المية. كمان لو انت حبيتي تدوقي المربى مثلا، لما تحطي المعلقة جوه البرطمان ما تدخليهاش تاني جوه البرطمان عشان طبعا هي تكون في بقك، فده ممكن طبعا يخلي المربى تبوظ معاكي تاني. مهم جدا يا بنات نخلي بالنا من النقط ديت، لان طبعا هي دي اللي بتحافظ على المربى معاكي وتخليها تعيش معاكي فتره طويله جدا جوه التلاجة. بس كده يا بنات دي كل كده خطوات عمل المربى وخطوات حفظ المربى. اتمنى ان انتوا تجربوها تعملوها بنفس الطريقه، متاكده ان هي تعجبكم جدا. شايفين بقى لون المربى وطعمها وقوامها ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال. جربوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات هتعجبكم قوي. لون المربى يا بنات واللمعه بتاعتها والاضافه اللي احنا بنضيفها دي بجد بتخلي المربى في مكان تاني خالص. تقدري تعمليها من دلوقتي وتجهزيها لرمضان ولسحور رمضان، هتبقى جميله معاكي او هتقعد معاكي طول شهر رمضان ان شاء الله، جميله جدا بدون ما تبوظ منك خالص. كمان الجزر رخيص جدا الفتره
دي وجميل وشكله حلو قوي، فالحقي هاتيه واستفادي منه بجد ما شاء الله، بنعمل منه وصفات جميله جدا. كده يا بنات نكون عملنا مع بعض اجمل مربى تقدري تستخدميها بقى لسندوتشات المدارس الفتره دي، وكمان تقدري تسيبيها بقى لسحور رمضان. ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال. وبس كده الفيديو بتاعنا بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتم من الطريقه. لو انت وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه. واكيد طبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. ان شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديو جديد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.